السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ وتدابير ليندا. لو كنتوا أول مرة تزوروا القناة تاعي نتمنى ديروا لي اشتراك والإعجاب بالفيديوهات وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. اخترت لكم اليوم فيديو هايل يعني دائما نقول لكم أنا هايل. راح يكون عبارة على نودلز هادو ما راح يكونوا على الطريقة الآسيوية. علاش؟ باسكو فيهم واحد لاصوص سبيسيال هما اللي يديروها، راح تشوفوها معايا بلاصوص بالتوابل تاع النودلز. التوابل راح نخدموهم كيف باش نتوما واش ديروا ترفدوهم كيما راهم، تخبيوهم في حاجه، من بعد نهار تسحقوا تستعملوهم راح تجبدوهم. راح نعطيكم توابل هما الاولين راح تشوفوهم معايا، يعني راح تسحقوهم مره اخرى في اي وصفه تاع نودلز، يعني في اي وقت قلت لكم توابل نودلز راح تعرفوهم وشنوهم بالتدقيق وبالكيلو يعني كامل الخطوات باش نتحصلوا على هذوك التوابل وهذيك النكهه تاعهم وعلى الطريقه الاسيويه كما قلت لكم. راح نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدا معكم. قلت لكم اول حاجه راح نبداو بالتوابل. التوابل هنا عندي مغرف كبيره كما كنتوا تشوفوا تاع زنجبيل، عندي مغرف كبيره كاري ولا كوري، عندي مغرف صغيره توم بودره، مغرف صغيره بصل بودره، نص مغرف صغيره عفوا رند مرحي، مغرف كبيره تاع بابريكا ولا فلفل عكري، عندي نص مغرف صغيره تاع فلفل حار هذا كيكون مرحي، عندي كيس جامبو، عندي نص ملعقه صغيره تاع كمون. هادو هما التوابل تاعنا بالتدقيق. اكيد راح نحطوهم لكم في صندوق الوصف باش تحتفظوا بالوصفه قلت لكم وتخلوهم تحتفظوا بهم، راح تلقاوهم. هاي ليك النتيجه ديالي. دوك هنا راح نستعمل غير شويه والباقي حنخبيه استعمالات اخرى. نجوزو دوكا لاصوص تاعنا اللي راح نديروها في الاخر، راح تكون عباره على فنجان صغير هكا تاع صويا صوص، موجوده يعني في الاسواق وكاين حتى انتاج جزائري راح تلقاوها ماشي كاع مشكل. نفس الفنجان كيلت به كيتشوب انا درتو منزلي وانتم لكم الاختيار كيما راكو تلاحظوا. خلطتو مع ديك صويا صوص. عندي هنا نص فنجان قلت لكم نفس الفنجان تاع الماء، وعندي زوج ملاعق كبار تاع نشا ولا مايزينا هكذا، وعندي ملعقه كبيره تاع سكر بني هكذا. ما عندك سكر بني دير سكر عادي ماشي مشكل. وعندي هنا رشه تاع ملح. الملح هنا ردوا بالكم بيسكو هذيك صويا صوص تجي مالحه، ردوا بالكم يعني ذوقوا شوفوا هكذا. يخلط مليح حتى يندمجوا كامل هذوك المكونات ديالي ونتحصل على مزيج واحد كيما راكو تلاحظوا. هذه بالنسبه للصوص راح نديرها في الاخر. رحت دوكا للنار تاعي، حطيت المقله تاعي ولا الوok ولا اي حاجه راح نخدم عليها، درت شويه تاع الزيت. هي المستحسن تستعملوا زيت السمسم، ما تحصلتيش عليه دير عادي ديري زيت ذره. درنا هنا كميه تاع سكالوب ولا تاع صدر دجاج يكون مقطع هكذا شرائح، قليته مليح حتى تغير اللون تاعو، زدت له ملح فلفل اسود هكذا، ونحمرهم يعني مليح ولا نقليهم مليح حتى يطيبوا. لازم يطيبوا بهذا الشكل. من بعد نحيهم بجيح بهذه الطريقه. دوك انا الكميه تاع الدجاج ولا سكالوب تاعكم تحكموا فيه نتوما. عندي هنا بصله مقطعه شرائح، حبه فلفل مقطعه شرائح ولا 2، عندي حبه جزر مقطعه تاني هكا شرائح رقاق كيما شفتوها معايا. يعني بالسكين برك روحوا معاها بالعقل تقطعوها هكذايا بهذا الشكل باسكو هما يتقطعوا هكذا الخضر. وهنا الخضر دوك نقول لكم انا راح نحط كميه تاع خضر، نتوما استعملوا اللي تحبوه ولا نحو اللي تحبوه. دوك هذا الشيء يرجع لكم وكل واحد واش يفضل الخضر. قليت مليح حتى نتخلو طياب. من بعد هنا نزيد كميه تاع كرومبيط ولا الكرومب، قطعته تاني شرائح يكونوا رقاق قد ما تقدروا. بهذه الطريقه نقعد نقلي دوكا حتى يبدا يدخلهم الطياب كامل وتقدروا تقولوا يطيبوا هكذا. قبل هذا الشيء درت كميه تاع جلبانه تاني قلت لكم تقدروا تيليمينيوها كما تقدروا تحطوها. نغطي عليهم ونخليهم لازم يطيبوا قلت لكم تماما. لازم الخضره تاعي كي نمسها هكذايا نلقاها باللي طابت. الناس اللي تحب الخضره كروكونت ماشي مشكل، تقدروا تخلوها يعني كروكونت. زدنا هنا نفس الطريقه مع قرعه ولا كورجات كيما راكو تشوفوا. كورجات ما فيهاش الروح راح تتم الطيب. نفس الطريقه نغطي في كل مره ونخليه يطيب. هاي ليك الخضر تاعي. درنا ملح فلفل اسود وزدنا توابل دجاج هنايا. من بعد نحرك مليح هكذا باش يدخل كامل يندمجوا في بعضهم المكونات التوعي. راكم تشوفوا الخضر تاعنا طابت هنايا دوكا خلاص بهذه الطريقه. بس خليتها بالزيت تطلق الماء تاعها لازم تطيب نهائيا كما قلت لكم. انا ما يحبوليش الخضره تكون هكذا كروكونت. صافي طيبتها مليح كما راكو تلاحظوا. من بعد هنا زدنا ملعقه كبيره من توابل النودلز هذوك اللي قلت لكم عليهم.
وعندي هنا فنجال شاي تاع مايس ولا ذره، تانيك اختياري. قلت لكم حاجه اللي تحبوا تيليمينيوها اليمينيوها، اللي تحبوا تزيدوها زيدوها، ماشي كاع مشكل، المهم النتيجه راح تكون واحده. رجعنا الدجاج هذاك اللي نحيناه مع الاول. هنا اللي يحب يستعمل شرائح تاع اللحم يقدر، راه ماشي مشكل، نفس النتيجه. عندي ماء من جهه اخرى حطيت فيه النودلز تاعي يطيبوا، الماء تاعي يغلي، درنا فيه شويه ملح، ما تكتروش، وخليهم يطيبوا حتى يتفتحوا. يعني النودلز ما حش ياخذوا وقت طويل كيما المقارون ولا لي باتا، يعني حتى دقائق برك ونحيوه، ما تخلوش حتى يطيحا ولا يتفتت. هنا انا درت هادو تاع لي باكي، يعني شريتهم باسكو ما لقيتش، درت هادوما يعني غليتهم وحطيتهم. لو مومون اللي راهم يطيبوا درت لاصوص هذيك ديالي في هذيك الخليط تاع الخضر تاعنا، ونحركو هكذا بهذه الطريقه. ردوا بالكم هنا نقصوا النار تماما، باسكو لاصوص هذيك تمتم تزرب تلصق، باسكو فيها المايزينا وراهي ثقيله. مباشره بعد نرفد لي نودلز تاعي ولا لي نوي تاعي، ونحطهم ديريكتومون في الخليط التوابل والصوص والمكونات الخضر تاوعي. نخلط غير بالعقل هكذا حتى يندمجوا هذوك المكونات وهو يشرب لاصوص هذيك كامله. ملاحظه برك هنايا شفتوا في هذوك السوبر مارشي ولا لي سوبرات اللي يبيعوا هاد الامور تاع المستورده، تلقاو هاد لي نودلز باكي هكذا، يعني بالحجم اللي حبيتوه، ماشي شرط تشرو هادو صغيورين باش تخدموا بهم، كيما تحبوا. في الاخير كامل طفيت عليها ورزت لها رشه تاع جلجلان ولا سمسم. هذه هي البلات تاعي كيما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش خرج، شوفوا بنين بزاف. هنا دوكا كي تشوفوا هكا بالعين راح تقولوا ماشي بنين وشغل قلبكم يهرب، بصح نضمن لكم غير بنين بزاف. ماما الاطفال عجبهم بزاف، ما قدروش يحبسوا. وشنو هي نحضروا مباشره نقدموا، باسكو ما يتقدمش بارد، دوك يبرد ما درنا والو، لازم تحضريه تقدميه مباشرة. يعني تقدري توجدي كامل هذوك الخضر، لاصوص نرميها دقيقة الاخرى مع النودلز، غير ترمي لاصوص، ترمي لي نودلز تاوعك، تخلطي وقدمي. هذا هو الطبق تاعي تاع اليوم، ان شاء الله يعجبكم وجربوه لولادكم، اكيد راح يعجبكم بطريقه مختلفه، الطريقه الاسيويه كما قلت لكم. والى اللقاء مع وصفات اخرى ان شاء الله، الى اللقاء.